السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ظهور لي على اليوتيوب، محتوى قناتي محتوى رياضي. طبعا هقول فيه أخبار الدوري المصري وأخبار الفرق المصرية اللي بتشارك في البطولات الأفريقية، سواء في بطولة أفريقيا أو في بطولة الكونفدرالية. وكمان أجيب لكم أخبار اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا خارج مصر، سواء في الوطن العربي او في اوروبا. وكمان هتكلم على التعصب اللي هو ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. طبعا هنتكلم في الجزئيه ديت بعد كل مباراه فيها النادي الاهلي وفيها نادي الزمالك، او بعد اي تعليق ما بين الجماهير بينهم وبين بعض. وكمان هقول لكم يا جماعه على حاجه يا جماعه ما حدش في اليوتيوبر بيقولها خالص، انا واخد بالي منها بشكل كبير، ممكن نادرا 1% او 2% اللي واخدين بالهم من الحكايه ديت يا جماعه. اسامي اللاعبين المصريين اللي هم لسه صغيرين ناشئين الصاعدين اللي معاهم اكتر من جنسيه يا جماعه. اللاعبين دول يا جماعه فيهم لعيبه مهريين جدا، لان طبعا بيبقوا مش متربيين في مصر، طبعا بيبقوا طبعا مولودين في اوروبا، وبيبقوا طبعا متأسسين أساس صح. كرة في أوروبا متأسسين أساس صح يا جماعة. فاللاعبين دولت عايزين بس دعم ليهم عشان خاطر يلعبوا في المنتخب الأول. طبعا يا جماعة في بعض اللاعبين من اللاعبين اللي أنا طبعا هذكر أسمائهم في الحلقات القادمة إن شاء الله. في منهم لعب المنتخب الشباب اللي هو تحت 19 سنة. بس طبعا يا جماعة الأجندة الدولية لازما عشان خاطر تخلي أي لاعب تخليه يلعب مع منتخب بلدك ويثبت معاك على طول، لازما يلعب ماتش مع المنتخب الكبير عشان خاطر يثبت معاك. يعني لو فاضل يلعب مع المنتخب الشباب كذا 20 ماتش حتى او اكتر من 20 ماتش، وما لعبش مع المنتخب الوطني خالص، ما لعبش مع المنتخب الكبير خالص، وفي فجأة كده منتخب مثلا من أي دولة تانية خدوا لعب معاه ماتش واحد بس في الأجندة الدولية مع المنتخب الكبير، خلاص كده يا جماعة يبقى كده خلاص ما عادش ينفع يغير المنتخب. بس بيفضل معاه الجنسية بتاعته، يعني ممكن يبقى معاه مثلا أكتر من جنسية. يعني ممكن مثلا، يعني على سبيل المثال، ممكن لاعب يبقى معاه مثلا الجنسية المصرية والجنسية الفرنسية وأكتر من جنسية كمان، بس ممكن يلعب لمنتخب مصر وبرضك برضك معاه الجنسية الفرنسية، لأنه أصلا ممكن يكون أصلا متربي في فرنسا وما جاش مصر خالص وبيلعب في فرنسا دايما على طول. بس طبعا منتخب مصر خده، ولما منتخب مصر ما بيلعب بيضمه وبيخلص وبيروح لبلده تاني وبيلعب مع الفريق بتاعه، ما بيجيش مصر هنا خالص. ده يا جماعة قلت لكم الملخص كده يا جماعة إن شاء الله للحلقات اللي أنا هقولها بإذن الله. بس طبعا يا جماعة بعد إذنكم، يعني إخواتي الأهلاوية، أنا يا جماعة مستني دعم بكم يا جماعة. أنا عايز في قناتي 1000 مشترك، يا جماعة 1000 مشترك، وأنا عارف إن إخواتي الأهلاوية بإذن الله في ظهري وقادرين إن هم يدوني 1000 مشترك في أقرب وقت. وطبعا مش هوصيكم يعني باللايك، يعني اللايك طبعا بيرفع الفيديو وبيخلي أكبر عدد من الناس إنهم يشاهدوا الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة اخواتي الاهلاويه طبعا مش هينسوني، ده شيء اكيد، خلاص اتفقنا. اي حد يا جماعه يشوف الفيديو ده اول فيديو ليا، ما ينسانيش بالاشتراك في القناه. عايز 1000 مشترك تمام كده، عشان خاطر يا جماعه كل ما تدعموني طبعا كل ما هقدم فيديوهات اكتر وباذن الله، وهتكون باذن الله الفيديوهات هتعجبكم باذن الله طبعا باذن الله. وكمان انا طبعا كل اكتر حلقاتي باذن الله هتكون عن النادي الاهلي. قبل كل مباراه ان شاء الله هطلع اتكلم عن النادي الاهلي، واطلع اتكلم عن التشكيل المتوقع باذن الله، اللي هو مثلا اللي انا مثلا التشكيل اللي انا هحطه انا من وجهه نظري انا. وهتكلم بقى على ان انا التوقع بقى اللي مارسيل كولر ان شاء الله هيحطه. استنوني يا جماعة إن شاء الله النهاردة الأربعاء بإذن الله. استنوني يا جماعة يوم الجمعة في حلقة نارية قبل المباراة في ملعب أحمد الكوتش. والسلام ختام.